المجتمع المدني الكردي في أوروبا بدأ يطلق مشروعه الجديد، ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. وهدفنا من هذا المشروع ليس إضافة رقم جديد على التعداد المهول والانتشار الأرخبيلي الواسع للمنظمات والجمعيات والمؤسسات المدنية الموجودة هنا وهناك، والمبعثرة على مساحة دول الشتات المترامية الأطراف، إنما لنكمل ما شرع به الآخرون ونثمن جهود كل هؤلاء الجنود المجهولين الذين وضعوا اللبنات الأولى لبناء أسس المجتمع المدني الكردي في أوروبا، والذين كانوا يعملون بجد وبعطاء، ولكن بصمت ودون ضجيج. ونقدر كل من مد يد العون للكرد عند الحاجة للمساعدة ولم يقصر، ككردي أصيل محتضنا الكردي الآخر القادم الجديد قائلا: أهلا أهلا أخي الكردي، أهلا وسهلا بك، واطمئن يا من أتيت من بعيد حالما بحياة آمنة وكريمة، إننا هنا من أجلك. في اللحظة التي تطأ بها قدمك أراضٍ أجنبية غريبة، وأنت إنسان غريب وتائه ومتعب وحيران، هارب من قساوة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، أو هارب من رحى الحرب الطاحنة والظالمة والموت المرير. لن يكون بجانبك إلا أخاك الكردي. فمشروعنا مشروع المجتمع المدني لن يهدف لهدم ما بناه سوانا من هؤلاء المقيمين من عشرات السنين هنا في أوروبا، ويعرف كل دهاليز وأروقة الحياة المدنية، بل جئنا لنستكمل بناء ما تحقق وأنجز في الماضي، ونهدف لتحقيق المزيد في المستقبل. جئنا نستكمل ذات المهمة النبيلة، مهمة خدمة المجتمع الكردي في أوروبا، والذين يقدرون بالملايين، ولكن بآليات جديدة، آليات خلق هيكلية جامعة لمنظمات المجتمع المدني على مستوى أوروبا ككل، والخروج من دائرة دولة أوروبية واحدة لتشمل وتغطي أغلب دول الاتحاد الأوروبي، وخلق إطار أوسع وأشمل. معتمدين على طاقات مجموعة مثقفين ومتخصصين وحتى أناس عاديين ليحتل كل فرد كردي دون تمييز مكانه في هذه المنظمة المدنية، ساعين وجاهدين لخلق جسور المحبة والتواصل بين جميع منظمات المجتمع المدني أينما كانت. سنأتي لندق كل باب
أفرادا كانوا أم منظمات، متمنيا منكم وضع يدكم بيدنا لتحقيق المزيد من المكاسب من أجل المجتمع الكردي في أوروبا، والسعي للاندماج الإيجابي مع المجتمعات الأوروبية الجديدة، مع الحفاظ على الخصوصية والهوية القومية دون الانصهار والإضمحلال والضياع، إيمانا منا بأن المجتمع الكردي في أوروبا والشعب الكردي في كل أرجاء كردستان وفي كل مكان مجتمع ظلمه التاريخ رغم أصالته وعراقته، ويستحق حياة حرة كريمة ومستقبل أفضل. بقي أن نجاوب وبعجالة على الأسئلة التي تطرقكم والتي تدور في خلد كل كردي: من أنتم؟ وماذا أنتم فاعلون؟ لن نتردد في الرد على كل تساؤلاتكم المشروعة، ولكن في قادم الأيام وفي لقاءات البث المباشر وعبر مقابلات وحوارات مع القائمين على هذا المشروع سنقف عند أدق التفاصيل. انتظرونا، سنعلمكم قريبا بموعد تلك اللقاءات. المجتمع المدني الكردي في أوروبا.